المغربيه تحلف عليها الا عمرها في حياتها ما شافت شي راجل زوين، ومن نهار شافت هاد خونا هادي وهي قرنا عليه دارت المغاربه الشوهه تقول ما كاين ما احسن منه. لو باش كتعجبك بعدا تبع كي كنت حلوين كتعطيهم 10 ل0. صفاء المغربيه كانت من بين المشاركين ديال قسمه ونصيب الجزء الثاني، والناس ديال السيزون الثاني اللي متابعين راها فاقساكم بلا ما نزيد نفقسكم انا، حيت راه ما يمكنش هاد الفعايل اللي كدير كتخلي بنادم يبغي يخرج ليها من لي كومونتير ويقول لها وصفاء اختي بارك عليك من هاد اللي طيحتي على راسك وطيحتي علينا. قبل ما ندخلوا طول وعرض في هاد الفعايل اللي كانت كدير خاصنا اولا ناكدوا على ان هادشي ما عندوش علاقه بتاتا لا بالشخصيه ديالها ولا بها هي كيفاش دايره في حياتها، هادو مجرد ملاحظات او الفعايل اللي كانت كديرهم في البرنامج تحت ظل التاثير اللي كانت فيه في ديك الوقيته. ومن بعد ما وضحنا ندوزو السخون. هاد السيده كل لقات كيفاش دير تحبس الطرميشه ما طرمش كون دارتها مش حال هادي غير باش ما تسدش عينيها ولو جزء من الثانيه وتصدق ما شايفاش هاد الولد الزوين وهاد الجمال كامل اللي عطاه الله. نبداو باول نهار دخلت فيه صفاء الفيلا واللي فيه غتختار جوج ديال الدراري منهم نيكولا، ولكن من بعد وبطريقه ما غادي تقول احق ما تحق راه غير غلطت في السميه واختاريت هاد الدري هذا، لكن على ما غنفهموا من بعد على انه صفاء راه ما غلطات لا في السميه لا في حتى شي حاجه، وانما القضيه وما فيها وان هاد اميمه كانت واحد الجلاخه منها ما كاينه، واميمه راها تونسيه. المهم هاد التونسيه الجلاخه مشات بدات كتحشي لها الهضور او بالاحرى بدات كتهددها باش تبعد ليها من الراجل ديالها، خصوصا وانه الليله الاولانيه اللي دخلت ليها الفيلا فاش ريتا بدات كتسول الدراري كيفاش جاتكم صفاء، اميمه من دون الناس غتنقز وتقول ليه باللي صفاء راه ماشي هي ستيل باتاتا ديال نيكولا، يعني من الاخر بغات تهبط ليها كواريها مع الدقه الاولى. وبما انه السمطه كدور فاميمه غادي تبقى كطير حتى غتجيبها في راسها وغادي يجريو عليها من الفيلا بسبب وجدان المغربيه، ولكن هذه قصه اخرى اللي حتى من بعد ونعاودوها. صفاء هنايا فاش غادي تشوف على انه نيكولا بقى بوحدو واميمه اللي كانت منغصاها عليها مشات وخوات ليها الساحه، غتبقى تحاول باي طريقه على انها تفرق مع فؤاد وتبدا دير لهم متحماري وما كيعرفش يتعامل معايا، مع العلم انه السيد حرفيا زبده كدوب من كثره الرومانسيه اللي فيه حتى كتحس براسك غادي يقهمك. المهم انها بدات كتموت عليهم وكتبكي وكتدخل في الهستيريا وكتقول لهم انا ما مرتاحاش في هذه العلاقه، حتى اخيرا غادي نفهموا على انه صفاء كانت عينيها غير في نيكولا، وهذا الشيء كامل كانت كديرو غير باش السي فؤاد يفهم راسو ويقول لها تهلاي، ولكن فؤاد صدق بهلول كثار منها وقال لهم والو السيده كنت كنبغيها وتنحماق عليها وتنتعامل معاها مزيان وفي الاخر درت معايا هاد التعامل ومعامل مع صاحبي حسره. واحد الحريره ما نعاودش ليكم. والزوينه شنو هي انه هاد فؤاد يلاه كان مصاحب مع صفاء واحد يومين ولا 3 ايام ما كاملاش ودغيا ربى عليها الكبده والريه. فاش تكشفوا اخيرا الاوراق صفاء شنو غادي دير؟ في اول فرصه غادي تجيها غتقول بلي عينيها كانت من الاول على نيكولا، ونيكولا تما غادي يتواضع ويقول علاش لا ما نعطيهاش فرصه ونشوفوا هادشي لا صدق لينا ولا لا. ولكن مع صفاء مش حتقدر تغمض عينيك لانه ما غاديش تعطيه الفرصه باش يتفرق معاها او حتى يتفرق عليها، حيت ختنا من داك النوع اللي كتبقى تقول ليه شوف فيا ما تحيدش عينيك، كتعجبني الطريقه باش عينيك كيشوفوا في عينيا. خليك بدي اشوفك بدي اطلع فيك. انا هون بحب عينيك. طيب خليك قريب. طيب اوكي خليك قريب. بلشت تخوفيني انت نهار ما كنت معك شو تعملي؟ اما فاش كيكونوا جالسين في شي مجمع ختنا حرفيا كتكب عليه وتبقى شاده ليه في يديه وتبقى تشوف في يديه بحال ما عمرها ما شافت النعمه، لدرجه انه السيد مكسرت ما كتبقى لاصقه عليه حوايجو كيعرقوا عليه. وفي هذه اللقطه هذه بالضبط نيكولا غادي يقول لعلي بلي راه هاد البنت راه قهراتني، ولكن الا كانت صفاء لاصقه فيهم مرضى لهاد الدرجه بحال الدبانه د النعره فعلاش نيكولا ما يتفارقش معاها؟ لانه نيكولا واحد 5 سنين تقريبا هادي راه فات لي شارك في قسمه ونصيب الفيرسيون الاولى اللي باقي ما تطوراتش، وهو اللي غادي يدير اللقب ديال هذاك البرنامج. وعلى ما يبدو انه السيد باغي يدخل لعالم الشهره باي طريقه كانت، وداك الشيء علاش ما خلى حتى شي برنامج وما دخلش ليه. وفاش مؤخرا شاف على انه الناس ديال السيزون الاولين تفرقعوا وتشهروا بزاف فقرر على انه يدخل السيزون الثاني، وبما انه ماشي من الناس الاولى اللي دخلوا فغيحاول باي طريقه على انه يبقى حتى الفينال. الله يجعلو يا سيدي ما يدي لا جائزه لا والو، المهم انه تعرف عند الناس ويوليو متابعينه في السوشيال ميديا. وبما انه صفاء مدلوله وطايحه على زنافرها في هاد نيكولا اللي بالمناسبه من غير انه غير صبر عليه حتى يوصل للفينال فخونا توكسيك بزاف وكيموت على شي حاجه سميتها شريان الصداع والنميمه، وداك الشيء علاش ما بقاش كيتصرت لزكيه اللي حتى هي مغربيه. هاد زكيه هادي بالمناسبه اقرب صديقه ليها هي اميمه التونسيه، ولكن مور ما خرجت اميمه زكيه غادي تولي مصاحبه مع صفاء، ومن نهار نيكولا تصاحب مع صفاء ولا كيحاول باي طريقه على انه يبعدها من زكيه. في الاول الناس ما كانوش فاهمين علاش،
ولكن بما انه زكيه كتعيا ما تسكتو في الاخر كتفرقع، فاخيرا غادي نفهموا علاش نيكولا كان كيدير هذا الشيء. والقصه كما الاتي: بما انه زكيه باقي كتهضر مع اميمه، فهاد الاخيره غتقول ليها على انها دايره هي ونيكولا باش يتلاقاو مور البرنامج وباقيين باغيين يكملوا في العلاقه ديالهم، وبالتالي فهي حاولت تنبه صفا على ان خونا راه غير تيضحك عليك، ولكن بما انه اختنا عينيها مضببين وودنيها مصمكين فما داتهاش كاع في هاد الهضره، حتى لواحد النهار فين زكيه غتقرر على انها دير لخونا الشوها قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وغتقول لصفا والمدلوله ونوضي جمعي راسك نتيا لاصقه ليا في هاد خونا اللي اصلا ما حاملش فيك الشعره وتيقول بك مورا ظهرك. فهنا سي نيكولا بلاص ما يدافع على راسو غادي يقول لصفا شوفي يا غتختاريني انا يا غتختاري زكيه. الجواب غنخليكم نتوما تقولوا لي في التعاليق. صفا من غير هاد الفعايل ديال الكرينج اللي دارت واحد القضيه اخرى اللي حتى شي واحد صراحه ما فهمها، هما صراحه جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى وهي انه ما علناتش باتاتا على الديانه ديالها، ومع ذلك ما كتحيدش الصليب من على عنقها، وغير سالا البرنامج يا سبحان الله ما عمرها ما عاودت لبساتو، شي اللي خلى بنادم يشك على انه اصلا داك الصليب اللي كانت كتلبسو راه غير باش تثير الانتباه ليها وصافي. وزيد على هذا الشيء انه النهار الاول اللي دخلات فيه السيده كانت كتهضر عادي، والا شي واحد تعدى عليها ولا بغى يجرحها بشي كلمه كتنوض كتدافع على راسها، غير تصاحبات مع هاد نيكولا ولات بحال شي برانسيسا وانا كيوت وانا يا اولالا، ولات كتهضر بشويه ودغيا كتقصح وتاثر، ولا شي واحد دار شي حاجه تبدا تبكي ليهم وتدمع وتقول انا هادشي بزاف عليا، انا هادشي ما نقدرش عليه. نو كومنتس. وحاجه اخرى صافا ما كتبغيش تهضر بشي لغه اخرى من غير لونجلي على اساس انه السيده جايه من المكسيك، مع العلم انك تكون كتفهم غير واحد شويه في لونجلي غتعرف كميه الاخطاء الكارثيه اللي كدير لا هي ولا شاهيناز الجزائريه اللي قال لك حتى هي معلمه ديال لونجلي. والغريب في الامر انه كي سال البرنامج السيده ما بقاتش كتحبس من لي لايف وكلهم كتهضر فيهم ماشي غير بالدارجه، وانما كتهضر بهم مره باللبنانيه مره بالمصريه مره بالسوريه، داكشي مخلط. يعني هادشي كيدل على انه راه في ديك الوقيته اللي كانت فيها في البرنامج راه كانت عارفه الدوي ولسانها مسرح وكتفهمهم شنو كيقولوا، وانما بغات دير فيها ديك اللعيبه ديال انا ما كنفهمش زعما راني زماكريه وجايه من شي دوله اخرى.